الحرب تدق طبولها في السودان. تصريحات نارية من الحرية والتغيير ضد قادة الانقلاب. بدأت الحرب تدق طبولها في السودان، حيث أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير ردا قاسيا على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، التي أمر فيها الجيش بالاستعداد لخوض غمار اقتتال جديد. وشنت قوى الحرية والتغيير هجوما لاذعا على البرهان وعضو المجلس الانقلابي شمس الدين كباشي بسبب تصريحاتهم العنصرية، متهمة إياهم بأنهم يخوضون مغامرة سياسية من أجل إفشال الاتفاق الإطاري الذي ينتظره السودانيون بفارغ الصبر لحل أزماتهم. واعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان وعضو المجلس الانقلابي شمس الدين كباشي لدعوتهما المتكررة للاتفاق بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية ودمج قوات الدعم السريع في الجيش مناورة سياسية. وقال قائد الانقلاب خلال زيارة اجتماعية لمنطقة الزكايب بولاية نهر النيل إن الجيش وافق على الاتفاق الإطاري عن قناعة وليس خوفا من تنظيم أو تحالف سياسي، وإن الاتفاق نص بوضوح على دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. وفي الأسبوع الماضي بولاية جنوب كردفان تحدث كباشي عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش بجانب حركات الكفاح المسلح. ووصف عضو المجلس المركزي بالحرية والتغيير علاء الدين نقد تصريحات البرهان التي أفصح فيها عن دمج قوات الدعم السريع بالمناورة السياسية، مضيفا أنها تهدف لوضع العراقيل أمام الاتفاق النهائي. وقال إن حديث البرهان وكباشي في هذا الشأن يهدف إلى الضغط على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي للتراجع عن دعم الاتفاق الإطاري وتهديده بما أورده الاتفاق، والذي نص على دمج قوات الدعم السريع والقوات الأخرى في الجيش. وأشار إلى محاولتهما المستمرة لعرقلة التوصل إلى الاتفاق النهائي من خلال خطاباتهما الجماهيرية، مشيرا إلى أن الحرية والتغيير ماضية في الاتفاق ولن تنتظر أحدا وصولا للتوقيع النهائي. وأوضح أن أطراف العملية السياسية متمسكون بالاتفاق الإطاري، داعيا حركتي جبريل ومناوي إضافة إلى مجموعة جعفر المرغني بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل للتوقيع على الاتفاق الإطاري. وأكد أن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية تمضي بصورة جيدة. وبالأمس فرغت الأطراف وأصحاب المصلحة من النقاش الخاص بورشة الشرق، وتبقت قضيتان هما إصلاح المنظومة الأمنية العسكرية ومؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية التي سوف تبدأ فعالياتها خلال الأيام المقبلة. وفي 5 ديسمبر لعام 2022 وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير اتفاقا إطاريا مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال. وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية. ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصا، 40% منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة. وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 من يناير إلى 3 من فبراير الجاري مؤتمرا عن تقييم اتفاق السلام شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة. في سياق آخر، وصلت سلطات محلية البرقيق بالولاية الشمالية احتجاز حوالي 15 من أعضاء لجان الخدمات والتغيير لليوم الثاني، فيما أفرجت عن 6 آخرين عقب إلزامهم بالتوقيع على تعهد بعدم التجمهر، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحلية منذ 4 أيام بسبب زيادة تعرفة الماء من 100 إلى 1000 جنيه. وقال أيوب وهو أحد أعضاء لجان المقاومة لراديو دبنقة أن قوة فيدرالية قادمة من دنقلة على متن 6 سيارات رباعية الدفع الأربعاء فضت المحتجين واحتلت مكان إغلاق الكبرى الرابط بين منطقتي دقلو والبرقيق. وقال إن المقبوض عليهم ما زالوا في حراسات قسم شرطة البرقيق. وأشار إلى 6 من الذين ألقي القبض عليهم من مكان الاحتجاج تم الإفراج عنهم بعد تعهدهم بعدم التجمهر وتوقيعهم غرامة مالية قدرها 100,000 جنيه حال مخالفة القرار. من جهة أخرى، هدد ناشطون بإغلاق طريق شريان الشمال عند منطقة الترس قبالة منطقة البرقيق، وطالبوا بإلغاء الزيادة على فاتورة الماء وفك الربط بين فاتورتي الكهرباء والماء.
وفي موضوع مختلف، أعربت دول أعضاء لترويكا والرباعية الدولية التي تضم النرويج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن أملها في وضع احتياجات شرق السودان السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في دائرة الضوء الوطنية بشكل مباشر، وذلك بالتزامن مع ختام ورشة نظمتها قوى الاتفاق الإطاري عن شرق السودان خلال هذا الأسبوع، واختتمت أعمالها أمس بالعاصمة الخرطوم. وذكرت مجموعة لترويكا والرباعية الدولية في بيان صحفي طلع عليها ألترا السودان أن المئات من النساء والرجال الملتزمين بقضية الشرق شاركوا في نقاشات صعبة في بعض الأحيان لفحص التنوع الثقافي والاجتماعي في الشرق بحسب تعبيرها. وأكد البيان أن المشاركين ناقشوا احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونظروا في مسألة تمكين حكومات الولايات والحكومات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين. وأشار البيان إلى أن ورشة الشرق سلطت الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارات الأهلية في تعزيز التماسك المجتمعي وأهمية معالجة القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على النساء والشباب. وأضاف البيان: أولئك الذين اختاروا الانسحاب من هذه المحادثات فقدوا فرصة مهمة لكي يساعدوا في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتقديم مستقبل أفضل لمجتمعاتهم. وقال البيان إن الباب لا يزال مفتوحا للمشاركة في العملية السياسية، وقال: لا يزال شركاء المجموعة الرباعية والترويكا ملتزمين بدعم هذا الجهد والحوارات المتبقية. وأنهت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مساء أمس الأربعاء ورشة خاصة لوضع خارطة الطريق حول قضايا إقليم شرق السودان الذي شهد اضطرابات خلال الفترة الانتقالية قبل الانقلاب العسكري. وأنهت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مساء أمس الأربعاء ورشة خاصة لوضع خارطة طريق حول قضايا إقليم شرق السودان الذي شهد اضطرابات خلال الفترة الانتقالية قبل الانقلاب العسكري، حيث يتحالف بعض زعماء القبائل مع العسكريين إلى جانب مناهضة بعض المكونات الاجتماعية لمسار الشرق في اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية في تشرين الأول أكتوبر عام 2020. ومن أبرز مقاطعي ورشة إقليم شرق السودان التي عقدت بالخرطوم خلال هذا الأسبوع زعيم تنسيقية نظرات البجة محمد الأمين ترك الذي يعارض الاتفاق الإطاري.